كورونا راحت بس خدت صحتي معاها. بتاريخ فبراير سنة 2020 أنا أصبت بدور شديد جدا من الكورونا. في التوقيت ده ما كانتش حتى الحكومة المصرية أعلنت إن في حالات كورونا بشكل رسمي، ولكن بما إني في الفترة دي كنت شغالة كوميونيتي فارماسيست أو صيدلي في اللي هي الصيدليات الخارجية العادية، فكنت بتعامل مع حالات كتير أو يعني قرايب حالات موجودة في العناية المركزة عندها كورونا، حالات شديدة يعني. وده برغم اني كنت واخده كل الاحتياطات، حرفيا الهاند جel ده كان طول الوقت وانا بره. كنت بغسل كل حاجه قبل ما اكلها، وكنت لابسه الفيس ماسك، وكنت لابسه فيس شيلد فوقه اللي هو القناع الشفاف ده اللي بيكون فوق الوش. كمان كنت بلبس جوانتيين فوق بعض، وبرغم كل ده اتصبت، فالحمد لله هو قضاء وقدر. في الفتره دي ظهر عليا كل اعراض الكورونا زي ما الكتاب بيقول، ولكن اكتر عرض كان مميز قوي هو فقدان حاسه الشم وحاسه التذوق بشكل كامل. يعني كان ممكن اكل لقمه عسل ومثلا حته سمك وما احسش فرق بينهم، يعني كانه حاجه واحده. لسه وقتها ما تكلموش عن ان العرض ده حاجه مميزه للكورونا، لكن انا وقتها لما حسيت كده انا ايقنت ان ده حاجه مختلفه. انا اللي عندي ده كورونا. كانت لسه الحكومه عندنا ما اعلنتش، بس انا كنت عارفه ان هو ده حاجه غريبه. كانت المناخير المخاط فيها شفاف كده وفي شعيرات دمويه، حاجات غريبه اول مره اشوفها، يعني عمره ما كان زي دور برد عادي. كنت بصحى من النوم مش قادره اخد نفسي، اعمل زي اللي بيغرق كده من كتر ما انا مش قادره اتنفس. بعد حوالي اسبوعين من الاصابه ابتديت ان انا اتعافى من الاعراض اللي هي الرسميه بتاعه الكورونا، وابتدت مناخيري استعيد تاني حاسه الشم، وابتديت استعيد حاسه التذوق، وابتديت ان انا قادره اتنفس بشكل افضل. لكن للاسف ابتديت ان انا احس بالم بشع في الفقرات العنقيه والفقرات الصدريه في ظهري، يعني الجزء العلوي من الظهر، وكمان عند عظمتين لوح الكتف، يعني العظم الكتف من ورا كده كان ألم بشع، حرفيا كأن في نار في ظهري. كنت بصحى من النوم مش قادرة اتحرك، كأن ظهري ده عامل زي خشبة كده او مقشة، انا مش قادرة احركه ولا قادرة اتنيه ولا قادرة اعمل اي حاجة. ده غير اني لاحظت ان الغدد الليمفاوية في جسمي كله ابتدت ان هي تنتفخ، وده بيدل ان في انفلاميشن او في التهاب في الجسم بشكل كبير. طبعا كل دكتور كان بيطلب اشعه وتحاليل، عملت رنين مغناطيسي مرتين، وكل التحاليل والاشعه بتقول ان انا سليمه ومفيش حاجه. كل اللي بيظهر في التحليل ان في نسبه انفلاميشن وزياده في سرعه الترسيب، او في التهاب في الجسم بس مش عارفين سببه ايه. وكل دكتور كنت بروح له كنت بحاول ان انا اوصل له ان الموضوع عندي مرتبط باصابتي بالكورونا، فكان بيبص لي بصه اللي هو ايه اللي جاب القلعه جنب البحر، يعني ايه علاقه الاتنين ببعض. ولكني كنت مقتنعه بشده ان الاعراض اللي عندي دي كلها مرتبطه باصابتي بكورونا. وبالفعل الزمن اثبت ان انا كنت في النقطه دي صح، وابتدى يطلع مصطلح اسمه لونج كوفيد او كورونا طويله الامد. وبالفعل بدا يبقى فيه تجارب وادويه وتجارب على مرضى كتير يجربوا فيها حاجات مختلفه علشان يعالجوا بيها اللونج كوفيد او اعراض كورونا طويله المدى. وبعد الفتره دي اتجوزت بقى وخلفت بنتي وكده، وبعدين بنتي اكتشفت ان هي طلع عندها حساسيه البان. بحكي لكم بقى عن الموضوع ده في فيديو تاني خالص منفصل. المهم كان الحل الوحيد لعلاج بنتي هو ان انا امنع منتجات الالبان ليا انا، لان هي كانت بترضع طبيعي، ولو انا اكلت اي حاجه فيها منتجات البان كان بيجي لها حساسيه بشعه وارتجاع، وكانت حاجه صعبه جدا. فبالتجربه كمان لقيت ان هي بتتعب لما باكل لحمه حمراء، ولما اتاكدت من التشخيص الدكتور طلب مني كمان ان انا امنع البيض. فضلنا تقريبا حوالي سنه على الموضوع ده لحد لما هي الحمد لله دلوقتي بقت كويسه. لكن الفترة المنع دي أنا لاحظت فيها إن الأعراض عندي اختفت بشكل كبير، يعني الألم اللي كنت بصحى عليه كل يوم في ظهري ده اختفى، حتى الغدد الليمفاوية اللي كانت متورمة دي برضو اختفت. فابتديت أحس إن هو إيه ده، هو كل حاجة مرتبطة فعلا بالتغذية، كل حاجة مرتبطة بالأكل اللي احنا بناكله. جسمنا بيدي رد فعل لحاجات معينة بتظهر على شكل التهابات أو ألم في جميع أجزاء الجسم، واحنا ما نكونش مقتنعين ان ده ليه علاقه. ومن النقطه دي قررت ان انا لازم ادرس تغذيه علشان اقدر افهم حاله بنتي، واقدر افهم حالتي، وافهم ايه علاقه الاكل بالامراض المناعيه وبحساسيات الطعام والكلام ده كله. دكتور المناعه طلب مني رنين مغناطيسي، وطلب نفس التحاليل اللي انا عملتها قبل كده، ولكن زود تحليل اسمه HLA-B27. التحليل ده تحليل جيني بيكشف عن احتماليه اصابتك بمرض مناعي وراثي اسمه انكيلوزنج سبونديلايتس او التيبس الفقاري المناعي، اللي اشهر اعراضه ان بعد فتره العمود الفقري بيبتدي الفقرات بتاعته تبقى ملزوقه في بعض، كأن العمود الفقري ده حاجه عامله زي العصايه او اللي هي عصايه البامبو كده، ده الوصف اللي بيوصفوه بيها.
وبيعمل اعراض ضيق تنفس وبيكون مصاحب معاه صدفيه وحاجات كده. فكل الاعراض تابيكال كانت عندي. الدكتور وصف لي علاج بيولوجي. علاج البيولوجي ده بيهدي جهاز المناعه اللي هو عنده فرط نشاط ده، بس الادويه دي بيكون ليها سايد افكتس واعراض جانبيه كتير جدا، فانا مفضلتش ان انا ابدا بيه. بدات ان انا اركز على النظام الغذائي حسب ما انا درست، واحاول ان انا اكل يعني وجبات تكون انتي انفلاماتري او مضاده للالتهاب بشكل كبير، وابعد الحاجات اللي انا حاسه ان هي بتتعبني. ولكن كان في حاجه بتقولي برضو ان مش هو ده التشخيص الصح، يعني اكيد في علاج، في سبب ورا الموضوع اللي هو بسبب ظهور الاعراض دي وارتباطها عندي بموضوع الاكل. ولكن بفضل الله ومع دعائي المستمر ان ربنا يلهمني الطريق الشفاء بتاعي، قدرت افهم اخيرا ايه المشكله اللي عندي اللي سببت لي كل الاعراض دي. طلعت كل الاعراض اللي عندي مرتبطه بحاله طبيه اسمها mast cell activation syndrome او متلازمه نشاط الخلايا البدينه. الخلايا البدينه دي هي نوع من الخلايا المناعيه مسؤولة عن مكافحة العدوى أو مكافحة الأجسام الغريبة الموجودة في جسمك. لكن في حالة إن أنت اتصبت بعدوى شديدة جدا زي الكورونا، وفي كمان فيروس اسمه إبستين فيروس، حاجات ممكن لو حصل لك صدمة، حتى لو صدمة نفسية أو اتعرضت مثلا لإشعاع أو أي حاجة، الحاجات دي كلها ممكن تسبب حالة الماسل اكتيفيشن سيندروم، إن بيحصل فيها إن الماسلز أو الخلايا البدينة دي بتبتدي إن هي تتجنن وتشتغل على الفاضي والمليان وطول الوقت، وبدل ما هي بتساعدك ان انت تتخلص من الاجسام الغريبه، بتبتدي هي نفسها تفرز هيستامين وميدياتورز تانية بتسبب انفلاميشن والتهابات في الجسم بشكل كبير. الماست سيلز دي موجوده حرفيا في كل جزء في جسمنا، موجوده في المخ، فلما تبتدي ان هي يحصل لها اكتيفيشن بشكل مستمر، تبتدي تفرز لك هيستامين كتير في المخ، فتبتدي ان انت تحس بضبابيه في المخ، تبتدي تنسى كتير، حاسس ان انت مش قادر، مشوش، مش قادر تفكر. موجوده كمان في الرئه، فلما تبتدي تفرز لك هيستامين بشكل كبير في الرئه تبتدي تحس بضيق تنفس، ولما تروح لدكاتره الصدر او كده يقولك انت ما عندكش مشكله عضويه ان هي مسببه لك مشكله ضيق تنفس. كمان الماسلز موجودة في المعدة والأمعاء بشكل كبير، وده من أكتر الأعراض اللي بتكون واضحة. بيكون في أعراض اللي هي أعراض القولون، وبيكون في ألم شديد في المعدة على طول، لأن برضو الخلايا بتبتدي تفرز هيستامين كتير في المعدة. كمان الماسلز موجودة في الجلد بتاعنا، فلما بتفرز هيستامين كتير في الجلد ده بيظهر على شكل إكزيما، على شكل صدفية، على شكل أي حساسية من حساسيات الجلد اللي هي غير معروف سببها. والماسلز كمان موجودة في الأنسجة المحيطة بفقرات الظهر وبالمفاصل، فبالتالي لما يزيد فيها إنتاج الهستامين ده بيسبب ألم ووجع شديد في المفاصل. كمان موجودة في عينينا، فلو هي بتفرز هستامين بشكل كتير في العين تبتدي تحس ان انت عندك حساسية من الهواء، حساسية من الضوء، تلاقي عينك طول الوقت حمراء. حرفيا لو انت فعلا ده التشخيص بتاعك، هتلاقي كل حاجة وكل الأعراض اللي مريت بيها في حياتك مرتبطة بالام كيز او فكرة الماسل اكتيفيشن سيندروم. وللأسف لحد دلوقتي ما بشوفش أي طبيب عربي بيتكلم عن الحالة دي، ولا بيتكلم عن علاجاتها، ولا حتى أصلا بيحطوها في الحسبان في تشخيص الحالات اللي عندهم. كل التركيز للأسف هو إن احنا نداري الأعراض من غير ما نعرف الروت كوز أو السبب الجذري للمشكلة اللي عند المريض. طيب العلاج للحالة دي بيكون عبارة عن إيه؟ أول حاجة هو اتباع حمية منخفضة الهستامين أو low histamine diet. لما جسمك نفسه بيكون بيفرز الهستامين بشكل كبير، بتبتدي انت لما تاكل أكلات فيها هستامين كتير زي المخللات وزي الزبادي والمخمرات والحاجات دي، جسمك وقتها ما بيبقاش ملاحق على الهستامين اللي هو جاي من الخلايا البدينة وكمان الهستامين اللي جاي من الأكل. فضروري في الوقت ده ان احنا نضيف مكمل زي DAO انزيم، وده الانزيم المسؤول عن تكسير الهستامين في الأكل، فبناخده على هيئة مكمل علشان يساعدنا ان احنا نكسر الهستامين اللي احنا بناخده من الاكل. كمان ضروري ان احنا ندخل في البروتوكول العلاجي حاجات مثبته للخلايا البدينه او للماست سيلز، زي حاجه اسمها كيتوتيفين، وده بيشتغل برضو كماست سيل ستابلايزر او مثبت للخلايا البدينه، وفي نفس الوقت بيقلل من الهستامين. من اهم العلاجات اللي بتستخدم للسيطره على اعراض الماست سيل اكتيفيشن سيندروم هي انتي هيستامينز او مضادات الهستامين. محتاج ان احنا نستخدم ادويه H1 بلوكر، يعني بتقفل مستقبلات الهستامين زي اللوراتيدين، ودي موجوده في دواء زي الكلاريتين،
وكمان H2 بلوكر، وده بتقفل مستقبلات الهستامين اللي موجودة في المعدة فتقلل من أعراض الحموضة وأعراض التهاب الأمعاء، ودي موجودة في دواء زي الفاموتيدين. وأخيرا بفضل الله بعد اتباع البروتوكول العلاجي ده، أنا دلوقتي يعني بعد فترة طويلة قوي الحمد لله ابتديت أحس إن أنا إنسانة طبيعية تاني، إن أنا قادرة أتحرك، إن أنا قادرة أمارس حياتي بشكل طبيعي من غير ما أحس إن أنا طول الوقت تعبانة وطول الوقت ألم في كل جسمي. طبعا ضروري جدا مع العلاج إن احنا نمارس الرياضة ونتحرك، ونحاول على قد ما نقدر إن احنا نقلل التوتر ونقلل العصبية، علشان ده برضو بيأثر بشكل سلبي على الجهاز المناعي. قولوا لي في الكومنتات لو انتوا لسه بتعانوا من أعراض من بعد إصابتكم بكورونا، وإزاي صحتكم لسه مرجعتش زي الأول.